حطيت الدجاج في الماء وشوفي النتيجه كيف غادي تكون، كتجي اكثر من رائعه. اما البنه يا سلام، عمرهم ما يخطاوك من الدار، النتيجه غير متوقعه. نخليكم مع طريقه التحضير وفرجه ممتعه، وما تنساوش لايك للفيديو. اول حاجه وهي غادي ديروها، كتاخذوا الكاسرول فيه الماء وكتخليوه يغلي لكم. من بعد كتاخذوا صدر ديال الدجاج وغادي توضعوه في ديك الماء، ثم كتاخذوا ملعقه صغيره تكون عامره تاع سكينجبير او الزنجبيل، ملعقه صغيره من الكركم، ملعقه صغيره ما عمراش نتاع الابزار، شويه ديال الثومه، شويه ديال المعدنوس. عندكم معدنوس يعني هكاك خضر كتستعملوه، انا استعملت اليابس. كذلك ثوم بودره استعملت. وكنخلي الكل يغلي ليا حتى كيتشرب ديك الماء. كتخليوه على خاطرو انه يشرب ديك العطريه مزيان حتى كيولي الماء غير قليل فيه ديك العطريه. شوف كيرجع ليا هنايا بعد ما غلى ليا مزيان، فكناخذ بعد ما نشف ليه عفوا مزيان، فكناخذ الفوي وكنحاول انني نفرتو مزيان بهذا الشكل هذا كما غادي تلاحظوا في الفيديو. ثم غادي نخليه جانبا. هنايا غادي ناخذوا مقلاة وغادي نوضعوها فوق النار على النار اللي هي متوسطه، وثم كتاخذوا ملعقتين كبيرتين من الزبده، ثم بصيله صغيره تكون مقطعه رقيقه. هنايا غادي نخليهم يتشحروا لينا واحد شويه، ثم كنضيفوا 3 المعالق ديال الدقيق يكونوا عامرين كبارين، ثم كتضيفوا كاس ديال الحليب ما يعادل 100 مليلتر، العبار بكاس العنبه او الكاس الشاي المغربي د العنبه يكون كاس غير ممتلئ. صافي هنايا غادي ناخذوا الحليب كنضيفوه تدريجيا حتى كيولي لنا الخليط على شكل عجين ويكون رطب. صافي بهذا الشكل هذا، بعد ما دخلت ديك الحليب مزيان في المكونات، فكناخذوا ديك الدجاج وغادي نضيفوه للخليط نتاعنا. من بعد كندلكوه مزيان بديك لاسباتول اللي عندنا او باليد نتاعكم اللي بغيتو. صافي هنايا غادي تخلطوا المكونات جيدا. شوف كيولي لي بحال الشكل ديال العجينه يعني متماسكه. صافي هنايا غادي ناخذوا كره تكون كبيره كنبسطوها شويه باليد نتاعنا، ثم كنوضعوا الجبن في وسط منه وكنحاول انني نغطيه مزيان باش هكا ما يخرجليش الفرماج. صافي هنايا غادي نستمر بنفس الطريقه، وهاد الطريقه هذه ممكن انكم تحتفظوا بهم في المجمد فوق ما بغيتوهم كتجبدوهم، ولكن حتى كنوضعوا عليهم المكونات الاخرى. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. هنايا كناخذوا لا شابلور، انا حضرته في المنزل فقط، يعني الخبز كنيبسو ثم كنطحنو، فطريقه سهله احسن من انك تشريه. صافي هنايا الدقيق كذلك، واحد 2 بيضات كتضيفوا ليهم شويه ديال الملحه. الدقيق والشابلور ما غاديش نضيف ليهم الملحه. هنايا غادي ناخذوا الكروكيت نتاعنا وكنوضعوهم في الدقيق، ثم دقيق عفوا، ثم في البيض، ثم في لا شابلور. وصافي من بعد ما نكملهم كاملين فغادي ناخذوا مقلاة فيها الزيت كنخليوها تسخن لينا وكنقليوهم. ما كيجيوش نهائيا شاربين الزيت بحال الا كتشريوهم من المحلات، كيجيو رائعين بزاف، او في المطاعم الكبرى فكيحضروهم كيجيو رائعين. فقط ياخذوا هذا اللون الذهبي اللي كيجي زوين فيه وصافي. كان هذا هو الشكل النهائي نتاع الكروكيت نتاعنا. شوفوا القرمشه، شوفوا اللذه، يا سلام ما نقول لكمش كي كيجيو رائعين رائعين منسومين. وممكن تحتفظوا بهم فاش ديروا لهم الشابلور، تدخلوهم للمجمد، فقط تفرقوا بواحد البلاستيكه وصافي كتحتفظوا بهم فوق ما بغيتوهم، كتجبدوهم كتقليوهم مباشره. واللي عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك للفيديو. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.